السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا بهذا الفيديو راح نحكي بخصوص شغل السيراميك بالخبط. اذا كنت الحائط ما ملبوخ فاحنا نفضل طريقة العمل للسيراميك. بالبداية لازم نلهد الحائط مثل ما تشوفون قدامكم. احنا عملنا بهذه الطريقة، طبعا اكو هواي كل من وعمله وطريقة عمله، بس احنا نفضل هاي الطريقة على مود راح يصير تماسك بين الحائط والكاشية. المهم، هنا بالبداية احنا لازم نلهد الحائط على قدر المستطاع. ايش قد تقدر تلهد؟ فد 4 كاشيات لقدام، 5 كاشيات، ها، والنوب ترجع. راح ترس الكاشي مالتك، ما يصير عندك تحميل قوي بالكاشية. اكو هواي ناس يشتغل يخلي تحميل عنده يصير عالي، مثلا تحميل 3 سنتيمات بالحائط، هو راح يذني 3 سنتيمات كلهن راح يخليه ينخبط فوق الكاشية ويرجع يدقها. فانت اذا لهدت فد سنتيمين او سنتيم ونص يبقى شيء بسيط من الخبط اللي راح تخليه على الكاشيه وراح تدقها، راح يصير تماسك قوي. هذه هي طريقة العمل اللي نفضلها، ما نقول هي هاي الطريقة الصحيحة، هي هاي الطريقة اللي بعد ماكو مثلها. اكو هواي ناس يلبخون الحائط وهذا الشيء زين، يعني واحد يلبخ الحائط اسمنت بعدين يرجع يطبق بخبط، هذا الشيء لا بأس به. بس احنا ننصح الناس اللي تشتغل مباشرة على الطابوق، ننصحهم ان يشتغلون بالبداية يلهدون الحائط بعدين يرجع يطبق. مثل ما شوف قدامك هسه حاليا احنا خلينا شيء بسيط من الخبط، تقريبا سنتيم ونص. حتى من تريد تشتغل الكاشية راح تدقها براحتك، ما راح تعاني بيها لان عندك تحميل قوي، تحميل هواية، فهنا راح تدقها براحتك. بالاضافة الى هذا الشغل احنا جاي نشتغل صليب، لازم نستخدم الصليب على مود شنو يصير جمالية للعمل. حتى لو كان السيراميك ايراني تقول قياساتها مو عدلة، فيفضل تستخدم الصليب على مود راح يصير عندك جمالية بالعمل ويتوحد الحل، يصير السيراميك كله حل واحد. المهم هنا جاي نشتغل احنا هذا السيراميك النوعية مالته ايراني، طبعا سعر المتر تقريبا 7000 دينار او 6000 ونص بهاي الحدود. جاي نشتغله، يعني ما اقول لك القياسات مالته مضبوطة 100%، بس يعني مقبول للعمل. المهم هواي ناس تسأل وتقول ليش ما تشتغل بمادة، فهذا الشيء ما راجع عنا، طبعا راجع لابو البيت. ابو البيت حسب امكانيته، اذا عنده امكانية فاحنا نتمنى يشتغل بالمادة، المادة اقوى، المادة افضل، عمرها طويل. فالماشي العمل مالتنا حاليا احنا جاي نشتغل بخبط، ما جاي يصير عندنا مشاكل، جاي ننقع الكاشي وجاي نشتغله، ما بي كل مشكله. طبعا هي المفردة الكاشي هاي عندنا اسم السيراميكا. المهم اذا تريدون نصيحة اشتغلوا بمادة، اذا كانت عندك امكانية احنا ننصح نشتغل بمادة، المادة افضل، عمرها اطول، وهذا الشيء ما نختلف عليه. طبعا الناس كلها تعرف بأن المادة أفضل من الخبط، بس حسب الإمكانية، ترجع للإمكانية. إذا إنسان ما عنده إمكانية راح يشتغل بخبط، فمو الخبط يعني شيء مو زين، لا، الخبط احنا جاي نشتغل بيه صار سنوات، ما جاي يصير عندنا أي مشاكل، ما شفنا بيت يوم من الأيام قفع. جاي نشتغله بهاي الطريقة مثل ما تشوفون قدامكم. وطبعا للتنويه لازم ترش الشغل ورا ما يكمل الخلفة، لازم ترش الشغل بصورة صحيحة، مرة أو مرتين وثلاثة، استمر عليه لمدة يومين 3 أيام، استمر عليه بالرش على مود شنو راح يشد، يصير قوي، الحائط راح ياخذ مي، السيراميك راح ياخذ مي، الخبط راح يشد عندك، وهذه اهم شيء بعد شغل السيراميك. المهم هنا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا اللي اتمنى منكم تسوون لايك ومتابعة للقناة، واذا واحد عنده اي استفسار او ملاحظة يكتب لنا بالتعليقات وان شاء الله راح ارد عليكم. واذا تريدون تواصل على حسابي انستغرام راسلوني وراح اتواصل وياكم.